عليكم ورحمة الله وبركاته. طول عمري بحب سورة الضحى، بس كنت فاهم الآية اللي بتقول ولا الآخرة خيرا لك من الأولى غلط. كنت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ان الآخرة أفضل من الدنيا، دي حقيقة ثابتة، ولكن معنى هذه الآية يختلف. ربنا بيطمنا وبيقولنا ان نهاية كل ألم فرح، ولما نزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان عشان يطمنه. ازاي؟ ألم يجدك يتيما دي الأولى، فآوى دي الآخرة، ووجدك ضالا دي الأولى، فهدى دي الآخرة، ووجدك عائلا دي الأولى، فأغنى دي الآخرة. فسبحان الله، ربنا بيطمنا وبيقول لك إنك مهما مريت بألم أو بأي حاجة في الأول اصبر، وآخرتها فرح، خصوصا إذا كانت بتقربك لله عز وجل. لذلك دائما ردد ولسوف يعطيك ربك فترضى. ارضى ارضى بكل شيء تكن أغنى الناس. ارضى، فالآخرة خير لك من الأولى في الدنيا وفي الآخرة.